في البداية طبعا ما تنساش تدعي لاخواتك هناك بالصبر والصمود ان شاء الله، وان ربنا يلهمهم النصر. وما تنساش ان وعد الله حق. وحشتوني جدا يا اخواتي والله، يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال. طبعا انا عارف ان انا بظهر شويه اختفي شويه، لكن ده والله العظيم بيحصل غصب عني، وباذن الله الفتره الجايه هكون مستمر معاكم ونحاول ننتج فيديوهات طويله اكتر باذن الله. وده هيحصل طبعا من انكم توصلوا الفيديو ده والفيديوهات اللي جايه باذن الله لاكبر عدد من الناس، تعملوا لايكس، تدعموني في الكومنتات برايكم في الحلقه، وتشاركوني كمان افكاركم، لان دي قناتكم قبل ما تكون قناتي يعني. وبما اننا بقى داخلين على كاس افريقيا، فانا محضر لكم بقى سلسله هنتكلم فيها عن قصص افريقيا العجيبه، من لعيبه تاريخيه بقى ومدربين وبطولات وسحر وكل حاجه. نروح بقى لاول قصه معانا النهارده. هي قصه غريبه جدا ومأساويه جدا للاعب غاني تفوق على اسطوره ايطاليا ديل بيرو. وبيليه اسطوره كره القدم والبرازيل قال على اللاعب ده انه خليفته. فتخيل معايا كده اللاعب ده كان جامد ازاي. لكن يشاء السميع العليم ان القصه دي تتقلب من لاعب كان على حافه انه يكون اسطوره الى لاعب بيمتلك قصه من اكتر القصص المأساويه اللي هتسمعها وتشوفها في تاريخ كره القدم. اللاعب ده اسمه ني لامبتي. اعتقد يعني ان الاسم ده غريب عليك وممكن ما تكونش سمعته قبل كده، رغم انه لعب تقريبا في 14 نادي حول العالم، ما بين بقى بلجيكا، البرتغال، انجلترا، غانا، الامارات، الارجنتين. فوق كل ده ان هو كان لاعب دولي في منتخب غانا كمان. هنتفق اتفاق سوا ان قصه لامبتي اللي انا هحكيها دي لازم تتسمع وتتشاف من اول دقيقه لحد اخر دقيقه. وكل ما تقول خلاص القصه خلصت هنا، تتفاجئ بحدث جديد يطلع يدهشك. عشان كده القصه دي ما تقلش عن اجمد فيلم انت اتفرجت عليه في حياتك. قبل ما نبدا بقى لازم نشكر تيفا، هو اللي عمل لنا الست الجميل دوت. ولازم تفهم ان انا احمد حموده وهو ده المهم. يلا بينا. اسمه ني لامبتي، واتولد في غانا في اكرا سنه 1974. وكانت طفولته صعبه جدا جدا جدا. ابوه وامه انفصلوا عن بعض وهو عنده 3 سنين بس، وراح عاش مع عمه. وجوز امه كان بيكرهه جدا وكان بيضربه، وامه كمان كانت بتكرهه، لحد ما طردوه من البيت اصلا. عشان يقرر ان هو يمشي من عند امه وجوز امه يروح لابوه. قال لك ابويا بقى هيحتويني وهياخد بايدي والدنيا هتبقى تمام. لكن يا صديقي ابوه ما فرقش عن امه ولا جوز امه. ابوه اصلا كان راجل خمرجي صاحب كاس، كان بيعامله بقسوه شديده وكان بيضربه ضرب مبرح من اللي قلبك يحبه، لدرجه انه كان بيطفي السجاير في جسمه بجد. ومع الوقت طبعا ابوه حب ان هو يتجوز، ولما اتجوز راح جاي طارد ابنه من البيت. وخلي بالك الكلام ده بيحصل ولامبتي عنده 8 سنين بس، عشان يخرج لامبتي من بيت ابوه ويصبح مشرد بلا مأوى، وبقى بيبات تحت العربيات في الشوارع. قصه لعب لامبتي للكوره وازاي اصبح لاعب كره قدم ليها روايتين. الروايه الاولى بتقول انه راح دار ايتام، وطبعا لما دخل دار الايتام ودوه مدرسه، لكن لامبتي ما كانش جاي معاه حوار الدراسه ده قوي، فكان بيهرب من المدرسه ويروح يلعب كوره. ومن هنا تم اكتشاف موهبته في كره القدم. والمصادر التانيه بتقول انه اثناء ما كان هو مشرد في الشارع استقر بيه الحال في معسكر احد الفرق الاسلاميه، وفعلا دخل الاسلام وعاش مع الناس ديت، والناس ديت اللي اكتشفوا موهبته في كره القدم. الحاجه الوحيده اللي بيتفق عليها الروايتين ان لامبتي ده كان لاعب جامد جدا وكان موهبه جباره، لدرجه ان هو اتشاف وهو بيلعب وتم اختياره عشان يمثل منتخب غانا للناشئين تحت 16 سنه في بطوله كاس العالم اللي هتتلعب في اسكتلندا. طبعا يا جماعه انتوا هتلاقوني شويه اطلع رجلي شويه تنزل رجلي واخد راحتي معاكم بقى. مهم يعني لامبتي وقتها كان بيعيش في حلم من واحد كان مش لاقي مكان يبات فيه وبتطفى السجاير في جسمه، للاعب نجم بيمثل منتخب بلده. لامبتي كان اصغر لاعب بيمثل غانا في المنتخب ده، وكان عنده 14 سنه بس، وكان كله مستني يشوف الموهبه الجباره اللي الكل بيتكلم عليها ده هيعمل ايه. المهم ان لامبتي بيسافر مع غانا لاسكتلندا ويلعب المباراه الافتتاحيه قدام اصحاب الارض. وقتها بيليه كان موجود بيتفرج على الماتش لانه كان سفير الفيفا. المهم يعني ان الماتش ده خلص 0-0. فراحوا لبيليه سالوه، قالوا له مين احسن لاعب عجبك في الماتش ده كله؟ راح جاي مشاور لهم كده، قال لهم الولد الصغير اللي هناك اللي اسمه لامبتي دوت هو ده خليفتي في الملاعب. الواد ده بيفكرني بنفسي وهيمشي على خطايا. طبعا يا جماعه مفيش اشاده اكبر من كده ان واحد من اعظم لعيبه الكره في التاريخ يشيد بلاعب لسه عنده 14 سنه. يعني خلاص يعتبر ان اللاعب ده اتامن مستقبله خلاص، لانه يقدر بشهاده بيليه دي يلعب في اي فريق في العالم. وفعلا العالم كله وقتها كان بيتكلم على لامبتي ده، واوروبا فتحت لها دراعات وقالت له تعالى تعالى يا حبيب اخوك. كان ستيفن كيشي قائد منتخب نيجيريا هو اول واحد امن بلامبتي ده، وعرضه على نادي اندرلخت البلجيكي انه يلعب معاه. وهنا بقى
بتحصل ازمه جديده في حياه لامبتي، وبدل ما المنتخب الغاني يسيب لامبتي يحترف ويعيش التجربه الاحترافيه ويكرروها على لعيبه غانيين تانيين، وده طبعا كله بلح وما حصلش اي حاجه، لان الاتحاد الغاني قرر انه يتحفظ على جواز سفره ويمنعه من السفر لبلجيكا والاحتراف. الموضوع طبعا ما جاش سكه مع لامبتي، قال لك انا هسافر، يعني هسافر حتى لو هسافر بطريقه غير شرعيه وههرب من غانا دي. لامبتي برضه كان عيل مخلص وكان محوش له برضه قرشين حلوين كده، عملهم من اللعب مع منتخبات غانا للناشئين، وده اللي جمد قلبه بزياده بقى، واتفق مع سواق تاكسي انه ياخده لحد نيجيريا عشان يقابل وكيل ستيفن كيشي اللي هو جايب له العرض بتاع اندرلخت البلجيكي. وطبعا هو كان مفهم سواق التاكسي انه هيهرب بطريقه غير شرعيه لانه معهوش باسبور. وهنا بقى يبدا الاكشن. ليه بقى بقول لك اكشن؟ لان لامبتي عشان يوصل لنيجيريا كان لازم يعدي بالتاكسي ده 3 حدود دول افريقيه، من غانا يروح لتوجو، ومن توجو يروح لبنين، ومن بنين يوصل لنيجيريا. وبما ان لامبتي بقى ما كانش معاه باسبور، فكان بيضطر انه قبل كل نقطه تفتيش ما بين كل حدود دوله والتانيه انه ينزل من العربيه، بيتسلل الحدود ويستني التاكس في البلد التانيه ويركب معاه تاني عشان يكمل الرحله. طبعا لامبتي كان بيعمل كده لانه كان خايف يتقفش ويرجع غانا تاني. واخيرا لامبتي وصل للاجوس عاصمه نيجيريا وقعد مع وكيل ستيفن كيشي واتفقوا على كل حاجه. بس في مشكله يا حمود، الولد ده هيروح بلجيكا ازاي وهو معهوش باسبور؟ هيعوم زي السويسي ولا ايه؟ ما بتتحسبش كده يا صاحبي، لان وكيل ستيفن كيشي كان عامل حسابه وكان مجهز له باسبور مضروب باسم ابن ستيفن كيشي. وعشان الولد لامبتي ده سالك وغلبان، ربنا سترها معاه وعدت في المطار ووصل بلجيكا. وهناك بقى قابل ستيفن كيشي اخيرا واخده من ايده وراح للناس في اندرلخت، قال لهم على فكره ده اللاعب اللي انا قلت لكم عليه اللي هو خليفه بيليه. يوم الناس في اندرلخت يردوا عليه يقولوا له بقول لك ايه، ما تشتغلناش، ده في 70 وكيل و70 واحد قبلك قال لنا ان ده اللاعب اللي بيليه قال عليه ان هو خليفته. قال لهم خلاص الموضوع بسيط واللي بيني وبينكم الملعب، نزلوا الملعب وشوفوه. وفعلا لامبتي نزل الملعب وبعد دقيقتين بس سحبوه وتاكدوا ان ده خليفه بيليه ومضوا معاه عقد لمده 6 سنين. الكلام ده بيحصل وهو لسه عنده 16 سنه، وفي ديسمبر 1990 بيلعب اول مباراه رسميه مع الفريق الاول لاندرلخت. وفي اول موسمين ليه مع اندرلخت قدم مواسم مميزه، سجل 9 اهداف في 30 ماتش، وده رقم كويس للاعب صغير لسه بيخوض اول تجربه احترافيه في حياته. استمر تألقه مع منتخب غانا وفاز بكاس العالم للناشئين سنه 1990، وكان هداف البطوله واحسن لاعب في البطوله. على مين بقى؟ على ديل بييرو أسطورة منتخب إيطاليا، عشان بعد كده يتم استدعائه لمنتخب غانا الأول ويروح معاهم بطولة أفريقيا سنة 1992 ويوصل معاهم للنهائي، وكل ده وهو لسه عنده 17 سنة. وفي نفس السنة برضو كان في أولمبياد، هوب استدعوه واخدوه معاهم وقدروا ان هم يحققوا الميداليه البرونزيه. وكالعاده طبعا لامبتي بيقدم بطوله ممتازه. طبيعي بقى انه بعد كم الماتشات ده وضغطها الرهيب انه يجي له اصابه تقعده شويه قبل ما يرجع لناديه اندرلخت، لكنه اتفاجئ لما رجع ان المدرب اللي كان بيحبه وبيلعبه مشي من الفريق. بالاضافه لكده حصلت شويه مشاكل للامبتي هناك، وانتهى بيه الموضوع انه يروح لايندهوفن الهولندي سنه على سبيل الاعاره. موسمه الوحيد في هولندا سجل 10 اهداف في 22 ماتش، لكنه ما استريحش في هولندا عشان وقتها يقرر انه يشد الرحال على انجلترا، وخاصة على استون فيلا في موسم 94 95. يعني ما كانش لامبتي ده اصلا كمل 20 سنة. اثناء فترته في استون فيلا بقى الاتحاد الغاني ما كانش عاتق الواد ده وكانوا بيستنزفوه حرفيا، وبدل ما يلعبوه في المنتخب الاول بس بقى ويحافظوا عليه ويسيبوه يركز في احترافه، لا دول كانوا بيلعبوه في كل الفئات السنية، فريق اول، ناشئين، اولمبيات، اي حاجة تيجي في السكة، ما كانش عاتقينه بقول لك. وفي مرة برضه وهو راجع من منتخب غانا لقى المدير الفني اللي كان بيدربه في استون فيلا راح كوفنتري سيتي، واقنعه بكل سهوله ان هو يسيب استون فيلا ويروح معاه كوفنتري سيتي. وقتها بقى الناس بدات تحس وتعرف ان الواد ده دماغه مش فيه وقراراته ديت مش مدروسه وفي حاجه غلط، لانه رحيله من استون فيلا لكوفنتري سيتي ده كان بدايه لتراجع مستواه وتراجع مسيرته. واللي كمل التراجع ده هو تعرضه للطرد في افريقيا 1996 قدام منتخب جنوب افريقيا. وقتها حصلت مشاكل كبيره جدا جوه منتخب غانا، وهو دخل في خناقه شديده جدا مع اسطوره غانا عبيدي بيليه. واثناء فتره الاعداد لدوره الالعاب الاولمبيه اتعرضت غانا لهزيمه مذله قدام البرازيل في مباراه انتهت 8-2 للبرازيل، عشان تكون دي اخر مباراه لامبتي مع منتخب غانا، وبتنتهي مسيرته الدوليه وهو لسه عنده 21 سنه بعد ما لعب مع البلاك ستار 38 مباراه. وده يرجعنا تاني لمسيرته وازاي اتدهورت من استون فيلا لكوفنتري سيتي في انجلترا، وبعد كده الرحيل لايطاليا، وبعد كده يسيب اوروبا خالص ويروح لبوكا جونيورز الارجنتيني. الولد ده مجنون
ولا ايه يا جماعه؟ ده لعب في 4 فرق مختلفه في 4 سنين بمعدل فريق كل سنه، وكل الانتقالات ديت كانت بتكون على سبيل الاعاره او كما يعتقد لامبتي. بيعتقد ازاي يا عم حموده؟ كان بيتباع وهو مش واخد باله يعني ولا ايه؟ مش فاهمك. اسند ظهرك بس كده وكمل معايا الحلقه وهقول لك. لامبتي كان عكس كل الناس، كان شايف ان خطوه بوكا جونيورز دي مش خطوه للخلف، لان ده نادي اسطوره الطفوله دييجو ارماندو مارادونا اللي كان لامبتي بيعشقه لدرجه ان اول مولود ليه سماه دييجو. المهم ان في الارجنتين بدات الكوارث الحقيقيه للامبتي. كوارث حقيقيه يا عم حموده؟ ده انت من اول الحلقه بتحكي لنا على كوارث. ما انا هقول لك ان كل اللي انا حكيته من مأساويات وقصص صعبه ما يجيش حاجه في اللي انا هقوله بعد كده اصلا. في البدايه كده صديقه بسم الله الرحمن الرحيم، قائمه اللعيبه الاجانب في بوكا جونيورز اتملت وما كانش ليه مكان. ده اللي خلى نادي بوكا جونيورز يوديه اعاره لنادي اسمه سانتا الارجنتيني، ودي اول كارثه. تاني كارثه تعرض ليها بقى هو تعرض ابنه دييجو لمرض نادر وخطير جدا. ده اللي خلاه يجيب عيلته كلها من غانا ويقعدهم في فندق في بوينس ايريس عشان يكون جنبهم. وبعد 3 شهور بس من وجود ابنه في العنايه المركزه ابنه بيتوفى، ودي كانت صدمه كبيره جدا للامبتي. واللي زود الصدمه اكتر واكتر بقى ان السلطات الغانيه رفضت انه يرجع غانا ويدفن ابنه لاسباب غير واضحه لحد الان. دي الامور اللي كانت على المستوى الشخصي. اما على مستوى الكوره بقى الامور اتعقدت جدا جدا جدا، لان الراجل ولا لاعب مع بوكا جونيورز ولا لاعب مع الفريق اللي راح له اعاره ده اللي هو اسمه سانتا، فما كانش قدامه حل واحد غير انه يتصل باندرلخت ويطلب منهم ان هو يرجع للفريق تاني، لان هو على ذمه الفريق ده، والفريق ده هو اللي مطلعه اعاره للفرق دي كلها. وهنا بقى بتيجي الكارثه الثالثه للامبتي، لانه بيتفاجئ برد غريب جدا من مسؤول اندرلخت اللي بيقول له انت لست ملكنا، انت ملك لكاليندو. صدمت صح؟ انت لسه ما شفتش حاجه. الاسم الجديد اللي ظهر معانا في الحلقه دلوقتي بقى هو انطونيو كاليندو. الراجل ده كان وكيل لعيبه، مش اي لعيبه، ده لعيبه سوبر ستار كمان في وقتها زي روبرتو باجيو ودونجا. الحكايه ما بين لامبتي وكاليندو بدات بعد هروب لامبتي من غانا ووصوله لبلجيكا. وقتها الراجل ده شاف لامبتي وشاف موهبته، قال له بص يا ابني انا هبقى وكيلك وهجيب لك عروض كويسه جدا من احسن الفرق في اوروبا، ما تحملش هم انت، انا هخليك اسطوره. انتهى لامبتي كان عنده 15 سنه، قدامه شنطه مليانه دولارات. لا مؤاخذه يعني الراجل ما كانش يحلم، الراجل من كام سنه كان بيتضرب بيبات في الشارع والسجاير بتتطفى في جسمه، فكان طبيعي انه ما يفكرش. حاجه المعلم واخد العقود وبصم عليها، ايوه بصم، لانه ما بيعرفش لا يقرا ولا يكتب. المهم نرجع تاني لاخر مكالمه للامبتي مع مسؤول اندرلخت اللي اكتشف من بعديها ان هو كان ملك لكاليندو مش ملك الاندرلخت، ان كاليندو ده كان هو المسؤول عن كل الصفقات وكل الانتقالات اللي حصلت في تاريخ لامبتي. عشان كده كنا بنشوف لامبتي كل سنه في فريق شكل، لان طبعا كان من مصلحه كاليندو ده ان هو كل سنه فعلا يحطه في فريق شكل، لان مع كل فريق جديد يطلع له عموله جديده ويطلع له قرشين كويسين جدا، ياخد هو اللوكشه الكبيره ويدي عين اللامبتي شويه فلوس فتافيت كده يمشي نفسه بيها. وطبعا يا عيني وقتها كان لامبتي مفكر ان كل الصفقات دي على سبيل الاعاره، لكن في الحقيقه كاليندو ده هو اللي كان بيمتلك لامبتي، وكان ممضيه على عقد احتكار طبعا لانه ولا كان بيعرف يقرا ولا يعرف يكتب، وكانت كل الفلوس بتروح لكاليندو ويا عيني كده كان بيدي شويه فتافيت صغيره للامبتي. يعني من الاخر كده يا جماعه كاليندو ده كان النادي اللي بيلعب فيه لامبتي. وطبعا لما لامبتي راح لكاليندو واجهه بكل الحقائق دي لقى رد بارد جدا من كاليندو، قال له عادي يا صاحبي نمضي عقد جديد. طبعا لامبتي قال له عقد جديد يا معلم، انت من طريق وانا من طريق، واتقطعت العلاقه بينهم للابد. هل الحكايه خلصت هنا؟ لا طبعا، لكن كالعاده بيظهر له خازوق جديد، وهو ان ابوه واخواته قرروا ان هم يقطعوه لانه اتجوز واحده من قبيله تانية. لا وايه ده، خلف منها كمان بنت وسموها ليزا، وللاسف بعد 4 شهور بس توفت بنفس المرض الرئوي اللي توفى بيه ابنه السابق دييجو. وبعض الناس وقتها قالوا له خلي بالك انت مصاب بلعنه بسحر اسود، لكن لامبتي ولا اخد بالكلام ده خالص، وبعدها انجب 3 ابناء وعاشوا بشكل طبيعي جدا. بس اكيد بقى عم حموده القصه هتنتهي هنا وهيعيشوا في تبات ونبات وحياه مستقره والدنيا تمام. حياه مستقره ايه يا ابني؟ ده انت غلبان خالص، استنى بس شوف الكارثه الكبيره اللي جايه بقى. في مره من المرات كده واحد من العيال ال3 تعب، فراح جاي واخده يكشف عليه، وبالمره قال لك اكشف على ال2 التانيين. المهم ان ال3 ابناء دخلوا وعملوا شويه تحاليل طبيه بسيطه كده، ولقى لامبتي بقى شيء عمره ما كان يتخيله ولا يجي على باله. لقى ان تحليل الدي ان ايه بيثبت ان ال3 ابناء، ايوه يا صاحبي زي ما انت فهمت كده، مراته كانت بتخونه وانجبت 3 ولاد من شخص تاني. طبعا يا حموده بعد ما لامبتي سمع الكلام ده قتل مراته ودخل السجن وانتهت حياته. لا يا عم ده راجل طيب، هو طلقها بس الخاينه الزباله رفعت عليه قضيه وكانت عايزه تاخد نص املاكه. الخلاصه
ان اللي حصل للامبتي ده حصل بسبب الجهل اللي ترتب عليه، انه ما بقاش قادر يتعايش مع الثقافات المختلفه ولا يتحمل الضغط اللي اتحط عليه من وهو صغير لما تشبه ببيليه. لامبتي برضو كان ضحيه للنصب والجشع والاستغلال، وده كله لانه ما كانش بيعرف يقرا ولا يكتب. وده اللي اكده لامبتي بنفسه في اكتر من مقابله صحفيه ظهر فيها، وقال ان الشيء الوحيد اللي بيعذبه اكتر من اي حاجه هو افتقاره للتعليم. لامبتي كمان بيقول: لقد مررت كثير من الآلام التي كانت من الممكن أن تجعلني أكتب كتاب كامل عن حياتي، ولكن كيف وأنا لا أستطيع أن أكتب حرف واحد فقط. عشان كده أنشأ لامبتي مدرسة وأكاديمية كورة في بلده أكرا في غانا. المدرسة اسمها جلو لامب الدولية وبتضم أكتر من 400 طالب. الطريف بقى إن لامبتي مسمي كل فصل باسم بلد هو احترف فيها وهو لاعب. بالإضافة لكده كمان إن هو بيقضي وقت كبير جدا في تدريب الشباب في الأكاديمية عشان يقدر ينقل لهم كل خبراته في الكوره. لامبتي بيعمل كده عشان يدي الفرصه لاولاد بلده انهم يتعلموا ويلعبوا كوره وما يعيشوش نفس القصه المأساويه اللي هو عاشها. لامبتي هدفه دلوقتي انه يبني جيل جديد من لعيبه الكوره طموحين اللي يقدروا يستحملوا الضغوطات والتحديات اللي هو عاش حياته كلها بيناضل عشان يتغلب عليها. في النهايه يا جماعه اتعلموا، العالم حلو وبيفتح الدماغ والله. وما تنساش بقى تمسي علينا بلايك وتقول لنا رايك في الحلقه في الكومنتات، واقترح عليا ايه اللي انت عايز تشوفه في الحلقات الجايه. وما تنساش لو لسه ما اشتركتش في القناه انزل اشترك، مستني ايه يا معلم؟ وفعل الجرس كمان عشان يجيلك كل جديد. انا احمد حموده وهو ده المهم. سلام.